الحل في كوباية اللبن. كوباية اللبن هي هتخلصك من احساس الحموضة. كتير جدا بيقولولك عندك حموضة او احساس بالبرنينج طول الوقت، خدي كوباية لبن او كوباية راي. بس هل فعلا كوباية اللبن كفاية؟ مع ان يعني في دكاترة كتير دلوقتي بيقولولنا ان اللبن اصلا كله على بعضه بلاش منه، بس خلينا نتكلم دلوقتي لو احنا ناس معتدلين وبنشرب لبن، هل كوباية اللبن لوحدها كفاية؟ لا طبعا. هو اصلا احساس الحموضة ده بنحسه ازاي؟ احساس الحموضه ده بيجي لنا نتيجه زياده خروج حمض ال HCl اللي موجود في المعده، اللي هو اصلا بدوره بيقوم بهضم الطعام. زياده خروج حمض ال HCl بيترجم عندنا في احساس الحموضه اللي احنا بنحسه طول الوقت. طيب اللبن بيعمل ايه في الاحساس ده؟ اللبن بيهدي الاحساس ده لكن ما بيروحش، وبالتالي بعد ما تاثير اللبن بيروح برضو بترجع تاني احساس الحرقان بيرجع عندك. الحل للموضوع ده هو ان حضرتك تكون بتاخد PPI او بروتون بامب انهبيتورز. الادويه دي زي البانتوبرازول وما شابه ذلك. الامثله دي من الادويه هي بتعمل كفر لجدار المعده، وبالتالي بتقلل جدا من احساس المعده بالحمض ده، وبتهدي جدا الاحساس ده وبيتلاشى تدريجيا. فانت لو عندك حموضه الحل مش في اللبن لوحده، اللبن لوحده مش هيعمل لك حاجه. الحل في انك تظبط الاكل بتاعك عشان ما يزودش خروج حمض ال HCl، وكمان ان انت ترجع للطبيب بتاعك لارتجاع المريء المستمر، وده في الاغلب بيكون مع الاشخاص اللي بيشربوا طول الوقت صودا او مياه غازيه او اي اكلات مقليه ومعجنات ومسبكات طول الوقت. وكمان في انظمه كتير جدا هننزلها الفتره الجايه لارتجاع المريء. ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير وسبسكرايب للفيديو ده، وتشجعيني ان انا اكمل انزل الفيديوهات دي تاني لو انت مهتمه بيها.